اوعى تسأل السؤال ده تاني. طبيب وفيلسوف مصري قرر ان دينه ما يبقاش بالوراثة، فرجع للمربع صفر وانكر وجود الله وقرأ في كل الاديان، ولما عرف الحقيقة عمل 400 حلقة بتربط بين العلم والايمان. تحولات غريبة جدا في حياة دكتور مصطفى محمود. انا اسراء وده مؤثرون. مصطفى كمال محمود حسين اتولد 27 ديسمبر 1921 في شبين الكوم في المنوفية، من عيلة من الأشراف، يعني بيرجع نسبها لآل البيت. كان طفل ذكي ومميز وفضولي بشكل مرعب، لكن جسمه كان ضعيف شوية، صحته مش أحسن حاجة، وده اللي خلاه يقعد كتير في البيت بدل ما ينزل يلعب مع العيال في الشارع. ودي ما كانتش عزلة، كانت بداية مكتبة كبيرة جدا في دماغه، زي ما يكون بيجهز نفسه لمعركة فكرية هتيجي بعد سنين. وهو صغير عمل معمل في بيته كان بيصنع فيه الصابون والمبيدات الحشرية، وكان عنده هواية غريبة جدا، كان بيحب يشرح الحشرات، وهو ده السبب اللي خلاه يدخل كلية الطب لما كبر. من كتر الأسئلة اللي كانت بتدور في دماغه عن سر الروح والجسد، كان بيحب المشرحة جدا وبيقعد فيها بالساعات، لدرجة انه طلع عليه لقب المشرحجي من كتر قعدته مع الجثث. لكن اللحظة اللي فرقت جدا في حياته لما كان صغير في المدرسة، سأل المدرس بتاعه سؤال غريب جدا: مين اللي خلق ربنا؟ المدرس وقتها زعق له وقال له اوعى تسأل السؤال ده تاني. وقتها سكت مصطفى، لكن دماغه ما سكتتش وفضل يفكر لحد آخر يوم في عمره. وهو في كلية الطب بدأ يكتب مقالات صغيرة في مجلة روزا اليوسف. كتاباته ساعتها كانت عاملة دوشة كبيرة، جريئة ومليانة أسئلة لدرجة إن الناس اتهموه بالإلحاد. كان طبعه متمرد جدا وبيتمرد على كل حاجة موروثة، فالدنيا لفت بيه لفة كبيرة قوي. كان شايف إن الدين ما ينفعش يتورث، وكان دايما يقول إن العلم هو طريق الإيمان، لأن الله لا يعبد بالجهل. حياته كلها كانت دوشة، لكن الدوشة الكبيرة قوي سنة 1956 لما كتب كتاب اسمه الله والإنسان. الكتاب ده نزل زي الصاعقة، لأن فيه آراء وجمل كتير صادمة، زي مثلا جملة إحنا اللي صنعنا الصلاة وإحنا اللي حددناها. الأزهر ساعتها قدم تقرير فيه اتهام صريح بالكفر والإلحاد، وتقدم فعلا للمحاكمة بتهمة الكفر والإلحاد. المحكمة ساعتها اكتفت بمصادرة الكتاب، وصدر في وقتها 14 كتاب للرد عليه. اتقال عنه ساعتها إنه مجرد دكتور ملوش أي علاقة بالعلم الديني. دي كانت هزيمة ليه، وهو اعترف بنفسه انه انهزم في الاخر، لكن هزيمته دي كانت بداية لانتصار كبير. فبدأ رحلته يدور في كل الاديان ويقرأ في كل حاجة بمعنى الكلمة. لفته ورجع للقرآن الكريم، لكن بإيمان قايم على البحث والمعرفة. عهد جمال عبد الناصر حياته كلها كانت معارك مع النظام والأزهر ورجال الدين، وتم إيقافه عن الكتابة لمدة سنة بسبب مهاجمته الدائمة لنظام عبد الناصر. بتيجي بقى معركته الثانية مع الأزهر الشريف لما كتب كتاب القرآن محاولة لفهم عصر. الكتاب كان بيحاول يربط فيه الحقيقة العلمية بآيات القرآن. الأزهر قال له لا أنت شيخ ولا مفسر علشان تفسر القرآن الكريم. بس كده، دي استلمته عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، وكتبت عنه 300 مقال في جريدة الأهرام بتنتقده بس، وقالت إن الكتاب سطحي وساذج وكله تناقضات. وتبدأ مرحلة جديدة في حياة دكتور مصطفى محمود في عهد السادات. كان قريب جدا من السادات، والسادات كان بيعتبره فيلسوف عصره لدرجة إنه عرض عليه وزارة من الوزارات، لكن مصطفى محمود ساعتها رفض لأنه شايف إنه مش كفء لده. وتيجي بقى أهم محطة في حياة دكتور مصطفى محمود، اسمع كده، أيوه، برنامج العلم والإيمان. برنامج خيالي بمعايير زمنه، جمع فيه الناي اللي كان بيحبه وتعلم يعزفه وهو صغير، والعلم اللي وصل له من خلال دراسته، والدين اللي قرأ وبحث فيه لسنين طويلة. وقدم 400 حلقة على مدار 28 سنة، وشافوا ملايين من الوطن العربي كله. كان بيجمع فيه صور وأفلام من العالم كله عشان يبسط العلم ويربطه بقدرة الله سبحانه وتعالى. لكن دكتور مصطفى محمود كان شايف إننا في عصر التآمر الكبير، ودايما كان بيحذر من التطبيع مع إسرائيل، وكتب كتب بيحذر فيها من مخططات الصهاينة، زي مثلا كتاب إسرائيل البداية والنهاية، غير المقالات اللي كان بيفضح فيها مخططاتهم. وده بقى زعلهم جدا، والموضوع وصل لمستوى دبلوماسي والكبار المسؤولين من هنا وهنا، والنتيجة إيقاف برنامج العلم والإيمان. ساعتها مصطفى محمود راح مبنى مسبيرو عشان يناقش قرار إيقاف البرنامج، لكنه واجه إهانة كبيرة وضغط عصبي. وفي نفس اليوم وداخل مبنى مسبيرو اتزحلق من على السلم ووقع على دماغه، وبسبب الوقعة دي عمل عملية كبيرة في المخ. واتقال إن العملية دي أثرت على إدراكه بشكل كبير، رغم ان دكتور مصطفى محمود وصل لكل حاجة اي حد بيتمناها، فلوس، شهرة، علم، حب الناس، لكنه سأل نفسه سؤال: انا هقابل ربنا بايه؟ بشوية كلام على ورق. وعشان كده في 1979
قرر انه يحول ايمانه لعمل ملموس، فأسس مسجد محمود وجنبه الجمعية الخيرية ومستشفى محمود وجهزها بأحدث الأجهزة. الجمعية دي شغالة لحد النهاردة وبتستقبل كل سنة أكتر من 600 ألف حالة محتاجة. بعد كل الصراعات دي انسحب دكتور مصطفى محمود ودخل في عزلة عن الناس، وعاش سنينه الأخيرة لوحده في أوضة فوق سطح الجمعية اللي فيها المرصد اللي بناه. يقضي ساعات طويلة يرصد الكواكب والنجوم ويراقب ملكوت الخالق، يكتب ويقرأ ويصلي كأنه بيراجع نفسه من الأول. 2009 اتوفى دكتور مصطفى محمود. جنازته ما كانش فيها لا إعلام ولا مسؤولين كبار، لكنها كانت جنازة شعبية فيها ناس اتعلمت منه وناس اتعالجت بسببه، وساب 89 كتاب و400 حلقة عن العلم والإيمان ومسجد وجمعية خيرية. ميراث ضخم، صدقة جارية وعلم ينتفع به، زي ما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجل العلم والإيمان دكتور مصطفى محمود.